حبايب قلبي اللي وحشني، تعالوا بقى لكم. خلاص بطلت اشتريها يا اخواتي وبقيت اعملها عندي في البيت. جبت طبعا نص كيلو سمسم او ربع كيلو سمسم دوت ني يا اخواتي. تمام. وبعد كده هنبتدي الاول بالفول السوداني. اهم حاجه عملت كده الفول السوداني ليه؟ علشان خاطر اطلع منه الرطوبه، علشان ما يبقاش طري معايا بعد ما انا احط له الكراميل. تمام كده. دلوقتي انا هفضل اعمل كده يعني اقلبه عادي، بس لازم ايدي تكون فيه علشان خاطر ما يتحرقش، لان لو اتحرق هيمرر. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه، من غير اي ماده دهنيه يا اخواتي هيبقى زي الفل معاكم. ما تحطوش ماده دهنيه في اي حاجه احنا بنعملها للحلويات المولد. تمام كده. طبعا خلاص انا كده خلاص شلت الرطوبه من الفول السوداني، ولازم تمسكيه بايدك تحسي كده ان الحراره بتاعت ايدك هتبتدي ان هي يعني ايه، بتبتدي تسخن يعني هي سخنه بس ما تلسعش قوي. تمام كده. طبعا انا هنا السمسم زي ما انتم شايفينه اللي هو ابيض اهو قدامكم، اللي هو لسه ني. تمام كده. انا طبعا برضو فضلت انا من يعني ايه احمصه، يعني اخليه يا دوبك لونه عامل زي اللون الذهبي، مش اللون الذهبي الغامق، لا الفاتح شويه، وفي نفس الوقت برضو بتشيل منه الرطوبه بتاعته. تمام كده. برضو من غير ماده دهنيه. اسهل طريقه واحسن طريقه بجد. بص انا بقول لكم اللي انا بمسكه بايدي اهوت كل شويه، وايدي على طول فيه يا اخواتي عشان ما يتحرقش، لان هو اتحرق. شايفينه اللون الذهبي بتاعه اللي هو الفاتح، بلاش الغامق. تمام كده. كده انا زي الفل. جبت هنا بقى كوبايه كبيره سكر، وكوبايه صغيره كمان سكر برضو. ومن هنا خلاص قبل ما ايدي النار عليهم رحت مقلباها كده، ورحت يا دوبك ايه سايباهم بقى مع بعض، ما عملتش فيه اي حاجه. تمام كده. عشان اوريكم ان انا لسه ما كنتش قايده عليه النار وانا بقلب الميه بالسكر. بس خدوا بالكم ان السكر ما يطلعش بعيد عن المكان اللي هو فيه، يعني ما تخلوش مثلا لازق على الجدار بتاع الطاسه او الصينيه او قصدي الحله او اللي انت هتعمليه فيها. تمام كده. تعالوا بقى خلاص بدأ اللون الذهبي بقى يبقى معايا. اضطريت ان انا احط المعلقه بتاعتي واقلب. هنا ممكن تحطي المعلقه، لكن في البدايه خالص ما ينفعش، لازما يبقى السكر او الكراميل يبقى اللون الذهبي بتاعه. تمام كده. وشايفين انا هنا خلاص عملت كمان الفوليه اهوت. طبعا لازم تقلبي بسرعه بسرعه. طبعا انا هنا كنت موطيه النار على الاخر. تمام. شايفين النار تحت اهي شغاله، ولازم تكوني موطيه خالص بسرعه علشان خاطر دوت بينشف، ولو نشف معاكي مش هتعرفي ان انتي تطلعيه. تمام كده. طيب انا هنا خلاص بسرعه، شفتوا بسرعه كده يعني جبت كيس اللي هو كيس اللبن اللي هو الكبير دوت، كيس التلاجة، قسمته نصين وخليته مفروش تحت. طبعا حطيت شويه زيت عليه نضاف علشان خاطر ما يبقاش يلزق مني. زائد كمان الكيس اللي انا برضو هغطي بيه لازم برضو يكون فيه شويه زيت مسحه كده، ما تملهوش قوي زيت. تمام كده. طيب اعمل ايه تاني؟ روح اما انا على طول مقطعاها قبل ما تنشف، لان لو نشفت منك مش هتعرفي تقطعيها. هنا بقى هنخش نعمل الايه السمسم. طبعا هنا برضو السمسم زي ما انتم شايفين جبت صينيه تانية او طاسه تانية. تمام. طبعا سيبوا من اللي انا بعمله دوت، انا بعمل اندومي للعيال لانهم عايزين اندومي. تمام. طبعا كفايه انا اصلا كده انا واقفه اصلا باكل برضو اندومي. تمام. طبعا انا كده خلاص شايفين برضو بيبتدي اللي هو يتكرمل معايا. طبعا انا فضلت اقلبه وحطيت زي ما انتوا شايفين السمسم اهوت. وعايزه اقول لكم على حاجه برضو بسرعه بسرعه، حاولوا ان انتوا يعني ما تسكتوش. بص انا ايدي والله العظيم يا اخواتي انا بسرعه، حتى بنتي كل شويه عماله تيجي تقول يا ماما اعملي لي اندومي تاني، اقول لها طب استني بعد ما اخلص. شايفين عمل مني ازاي اهوت. وبعد كده برضو حطيت في الكيس اللي هو بتاع الفوليه، شلت خلاص الفوليه وحطيتها على جنب. عايزين تحطوها في التلاجة تمام، عايزين تعملوها زي ما انا عملتها تمام ماشي. انا عملتها عادي في التلاجة من تحت وخلاص على كده. تمام كده. طبعا هنا عشان هي سخنة جدا جدا اضطريت ان انا اجيب اسمه ده منديل كويس. والمنديل دوت بعد ما حطيت الكيس اللي هو متغطي فوق السمسمية، اضطريت ان انا اخد المنديل وبططه على اساس ان انا اخليه مبططه يعني وماسكه بعضها. شايفين بقى هنا الفوليه عامله ازاي بجد، صوتها جميل. بصوا انا بسمعكم صوتها جميل جدا جدا جدا. هنا خلاص انا خلصت السمسميه
زي ما انتوا شايفين. طبعا عايزه بقى تقطعيها مكعبات، عايزه تقطعيها حسب ما تقطعيها، عايزه تقطعيها صوابع طويله برضو براحتك خالص. شايفين هنا مع بعض، شايفين هي عامله ازاي، وبرضو مقرمشه خالص وشكلها جميل وطعمها جميل جدا 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 يا اخواتي. شوفوا بقى انتوا عايزين اعمل لكم ايه تاني من حلويات المولد، واكتبوا لي تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.